بناتي الأمارات عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل وصفة من أسهل وأسرع وأوفر الوصفات اللي ممكن نعملها. وعلى فكرة مفيدة جدا برضو، ومش معنى ان هي رز وعدس مش مفيدة، لا هي مفيدة. حتى لو أكلناها لطفل صغير هي حلوة وفيها بروتينات ونشويات. انا بعملها في الصيف لما ببقى مستعجله ومش لاقيه حاجه اعملها ومفيش افكار في دماغي. سهله جدا. بجيب كوبايه عدس وكوبايه رز، عدس اصفر. وبحطهم على النار في 3 4 معالق زيت. بقلبهم كويس قوي مع بعض لحد ما يسخنوا كده. وبعدين بضيف عليهم كوبايتين الا ربع ميه. انا بقلل الميه. مش بحطها بضعف الرز زي ما بنحط مثلا في الرز البسمتي، او مش بحطها قد الرز بالظبط زي الرز المصري العادي. تمام يا بنات، يعني انا حاطه كوبايه رز وكوبايه عدس، يعني كوبايتين. انا هحط كوبايتين الا ربع عشان ما يطلعش معجن معايا. وبحط معلقتين صغيرين ملح. بسيبهم على النار لحد ما المية بتاعتهم تتشرب، وبعدين بغطي عليه وبهدي النار لحد ما يستوي. ومش بياخد وقت خالص، وبيبقى معايا البيض بسلقه بس كده، وبتبقى وجبة حلوة جدا. وممكن اعمل جنبها حاجة سلطة بطاطس. في وصفة بطاطس بعملها جنبها حلوة قوي برضو، صحية ولذيذة جدا، وممكن تنفع سناك للأطفال برضو، أحسن من البطاطس المحمرة في الزيت. أنا بجيب بطاطس بقطعها مكعبات كده زي ما انتوا شايفين. وبجيب معاها شوية بهارات. دي بتتحط في الفرن يا بنات، يعني مبتاخدش وقت. بحط معاها توم مفروم، بابريكا، آم، كركم، جنزبيل، فلفل اسود، ملح. بس كده. بجيب البطاطس هحطها في بولة كبيرة عشان اعرف اقلب المكونات كلها مع بعض. بضيف عليها كل البهارات بتاعتي. الثوم معاها بيبقى تحفة جدا على فكرة، الثوم مع البطاطس بيدي ريحة حلوة قوي. بقلبهم كويس مع بعض. هضيف لهم كمان معلقة زبدة، وهكمل تقليب. اقلب كل البطاطس مع بعض، اغلفها كلها بكل المكونات بتاعتي، البهارات بتاعتي، ومعلقة الزبدة كمان ادخلها كلها مع البطاطس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام يا بنات، سهلة قوي وريحتها وهي في الفرن بتبقى قلب البيت حرفيا يعني. هحط كمان شوية زيت بس، وهكمل تقليب. اقلبها كويس جدا بحيث ان كل قطعة بطاطس الزبدة والزيت والبهارات تكون فيها. هجيب صينية وهحط لها ورقة زبدة بالشكل ده علشان ادخلها الفرن. جربوها بجد بجد هتعجبكم جدا. انتوا ممكن تعملوها مع اي حاجه، يعني مش مع الوصفه بتاعت الكشري الاصفر اللي احنا عاملينه، لا مع اي حاجه. انا ضفتها بالشكل ده كل مكوناتها وهدخلها في الفرن. بتاخد تقريبا نص ساعة في الفرن عادي. ممكن تفتحي عليها شوية شوية لو عايزاها تاخد لون من فوق، بس انا ما ولعتش عليه الشواية، هي كده من الفرن. حطيت عليها بقدونس وثوم مفروم من فوق، او شبت، اي حاجة عندك بتزينيها بيها. ودي كانت الاكلة البسيطة السهلة السريعة الموفرة بتاعتي الصحية جدا. كشري اصفر وبيض وبطاطس في الفرن. بجد بجد كانت اكله حلوه وتحفه، ووفرت معايا كتير وقت ومجهود وفلوس ويوم عدى. ويا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو وتكون الوصفه عجبتكم وجربوها بجد حلوه قوي. وعودوا ولادكم على الاكلات دي، مش شرط كل يوم لحمه وفراخ. عادي احنا ممكن نعمل اكلات سهله وبسيطه، ولو في للعشاء برضو هتنفع قوي. بجد حلوة. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبك الفيديو حطي لايك واشتركي في القناة،
واشوفكم على خير في وصفة جديدة ان شاء الله.